السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. فيديو جديد، وصفة جديدة ونهار جديد. اليوم إن شاء الله جيت باش نشارك معكم واحد الكيكة في المقلة بلا فران، كتجي رائعة، كتجي هائلة بزاف، كتجي كاملة خفيفة ومهوية وخاوية من الوسط، ما كتجيش مدقسة نهائيا، كتجي ناجحة 100%. الا كنتو اول مره غادي تجربوا الكيكه في المقله، او لا اول مره غادي تجربوا الكيك بصفه عامه، فاجيو معايا حضروا هاد الكيكه هادي، راها كتجي هائله. غادي نحتاج المقادير: كاس ديال الماء يكون عامر مزيان، الماء يكون دافي ما يكونش بارد، نص كاس ديال الزيت، عندي كاس قل واحد شويه ديال الربع ديال السكر والخل، عندي كيس سكر الفانيلا، جوج ساشيت الخماره، عندي جوج ديال البيضات، وعندي هنا الدقيق. بالنسبه للدقيق جوج كؤوس ومعلقه، يكونوا الكؤوس ممسوحين ويكون مغربل من قبل. عندي دانيت بنكهه الكراميل وجوج معالق ديال الكاكاو مر. بالنسبه للكاكاو مر ممكن ديروا داك الساشيات ديال درهم، ديروا جوج ديال الساشيات. بالنسبه للدانيت ممكن تبدلوه بدانيت ديال الشوكولات، انا متوفر عندي ديال الكراميل فقط، وكتجي البنه ديالو احسن بكثير من دانيت ديال الشوكولات. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الشوكولات بزاف بحالي، فدانيت ديال الكراميل كيجي رائع في هذه الكيكه هذه. اول حاجه غادي نبدا بها هي السكر، غادي نديروه هو الاول مع البيض ونحاول نخلطه مزيان. الناس المبتدئين اللي اول مره غادي يجربوا الكيك بصفه عامه، يعني يكونوا عمرهم ما جربوه لا في الفران لا في المقله، جربوا هذه الكيكه هذه وتبعوا معايا الخطوات، فغادي نحاول نعطيكم جميع الاساسيات وجميع التفاصيل باش ينجح لكم الكيك ان شاء الله. لان المقادير ماشي هما اهم حاجه، فالمقادير ضروري خاصك يعني تجمعيهم مع مراحل التقديم خطوه بخطوه باش كتنجح لك الوصفه. كنبقى كنطرب هنا، انا خدمت غير بالايد ديالي، ممكن تستعملوا الطراب الكهربائي على حسب شنو متوفر عندكم. غادي نضيف الزيت من بعد ما كيتجانس لي السكر والبيض مزيان، كنضيف الزيت. بالنسبه للزيت نص كاس فقط، ما تزيدوا عليه ما تنقصوا باش ما تجيكمش الكيكه مدقسه. غادي نضيف داك الكاس ديال الماء اللي كيكون دافي ما يكونش بارد، الماء دافي كيعطي واحد واحد الخفه، الكيك كيجي كامل مهوي من الوسط، كيجيو فيه بحال الفقاعات، ما كيجيش مدقس نهائيا. كنبقى كنضيف المكونات على حده، المكونات اللي ذكرت معكم قبل راه هما اللي كندير دابا. كنبقى كنضيف كل مكون بوحدو وكنخلط مزيان. انا دائما هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها باش كنتفادى داك الريسك ديال ان الوصفه تقدر ما تصدقش لي. وبعض المرات راه الوصفه واخا كتبع ليها الخطوات كما هي والمقادير كما هي تقدر ما تصدقش، يعني ماشي ضروري دائما كيصدقوا الوصفات، ففي المطبخ ما يمكنلكش تحكمي واش تصدق الوصفه او لا. من بعد كان الدقيق كان عندي مغربل، غادي نغربل دوك الخمارات وغادي نغربل الكاكاو، ضروري كنغربلوا هاد المكونات هادو باش ما كيبقاوش لينا داك التكتلات وداك الحبيبات وسط الكيكه، ضروري كندوزوهم في الغربال، هاد المرحله اساسيه. هنا خدات ليا الكيكه انا جوج ديال الكؤوس ومعلقه عامره ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق انا كنت مغربله جوج ديال الكؤوس. غادي نضيف معلقه عامره ديال الطحين، لان الكيكه باليه القوام ديالها مازال خفيف، فغادي تنفخ وتعاود تهبط لي. من الاحسن انني خاصني نضيف دقيق، دائما الدقيق كيبقى عينكم ميزانكم. غادي نعطيكم واحد النصيحه: ما تشوفوش الوصفه كما هي وديروا المقادير نفسها، فكل يعني كل دقيق على حسب واش كيشرب. بالنسبه للكيك فيعني ممكن تكون واحد السيده مقدمه لكم الوصفه غير بجوج ديال الكؤوس ديال الدقيق، ولكن نتوما ممكن تاخذ لكم اكثر، لان كيبقى على حسب السوائل، البيض واش كبير واش صغير، على حسب الكاس ديالكم واش كبير واش وفيتوا العبار او لا. وكيبقى الدقيق دائما عينكم ميزانكم. بالنسبه للقوام ديال الكيك خاصو يكون ما خفيفش وما ثقيلش. الاساسي انكم ملي كتخلطوه كتبداو كتهزوه هكا، يا اما معلقه ولا الايد ديالكم على حسب كل واحد باش كيخلط، كتهزوه كيهبط لكم خط متصل، ما كتحسوش به خفيف بزاف دغيا كيهبط، كتحسوا به غادي هابط لكم وهو عاقد. ممكن انكم تكتبوا به شي حاجه هكا كتبان لكم راها ترسمات فوق الخليط ديالكم، وترسمات بخط متصل ما تقطع لكم ما حتى شي حاجه، تما كتعرفوا باللي الكيك ديالكم صافي راه اكتفى من الدقيق.
المهم كنتمنى نكون فهمتوا اشنو بغيت نوصل لكم. من بعد كناخذ واحد المقله اللي تكون ما كتلصقش وتكون ثقيله، كندهنها بشويه ديال الزبده، ممكن تدهنوها بالزيت، ما كنرشهاش بالدقيق لان المقله ما كتلصقش وغادي نطيب على البوطه، فمن الاحسن انكم ما ترشوش بالدقيق، دهنوها غير بالزبده ولا الزيت فقط. ولا كانت عندكم كتلصق فدوروا بها داك الورق ديال الطبخ، دوروه عليها باش تفاداو ان المقله تلصق ليكم. يعني الا ما كانش عندكم مقله رطبه ما كتلصقش، فهذا هو الحل، انكم ديروا ورق الطبخ على المقلاة ديالكم. من بعد كنحطها فوق البوطه، العافيه تكون مهيله فحال الشمعه، كنغطي عليها بشي حاجه من الفوق، ومره مره كنبقى نحيدها ونمسح من هذاك البخار باش ما يرجعش لي على الكيك ويخسر ليها الوجه ديالها من الفوق. فهاد اللحظه هذه كتكون الكيكه ديالي طابت. من بعد ما كطيب كندخلوا فيها موس على هذا الشكل هذا، اولا كنقيسوها بالايد ديالنا فكتخرج لينا ناشفه ما فيها حتى شي حاجه. داك الساعه كنعرفوا باللي الكيك ديالنا صافي راه كتافه من الطياب. غادي نزولها من فوق البوطه وغادي نسقيها بهاد السيرو هذا. بالنسبه لهاد السيرو اللي سقيت بيه انا، درت كاس ديال الماء بارد، درت معاه معلقه صغيره عفوا ديال النيسكافي، ودرت معاه نص ساشي ديال سكر الفانيلا، كيعطي واحد البنه غزاله بزاف. كنحاول نتقب هذيك الكيكه باش كنساعد داك السيرو يهبط لي. بالنسبه للسيرو انا ما طيبته ما حتى شي حاجه، الماء بارد وخلطت معاه داك المكونات وضفتو على الكيكه اللي كتكون سخونه. الا كانت الكيكه عندكم بردات فسخنوا السيرو باش يتشرب ليكم. هنا من بعد كنخليها حتى كتشرب على خاطرها وغادي ندوز باش نزينها. كنبان لكم هنا انا مغطيه الايد ديال المقله بورق الطبخ لان البوطه كنت محتاجه نطيب فيها شي حاجه، والكيك كنبقى ندور فيها باش طيب لي مقاده، فتفاديت ان داك الايد ديال المقله تحرق لي بالراس ديال البوطه الاخر اللي كنطيب عليه. يعني الناس اللي غاديين يلاحظوها فقلت نشرحها لكم بلا ما تكتبوها ليا في التعاليق. هنا بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري. غادي ناخذ هنا دانيس ديال الكراميل باش كنعطي واحد الغابيل بانني دايره الكراميل وسط الكيك، وكيعطي حتى واحد اللذه زوينه. غادي نحاول هنا نزين غير بالفرشيط على هذا الشكل هذا، ندير واحد التموجات. ممكن تزينوا باي حاجه بغيتو، اي حاجه كتفضلوا. التزيين دائما كيبقى على حسب الذوق. انا اختاريت التزيين البسيط وانتوما اختاروا اي حاجه كتعجبكم وكتفضلوها. بالنسبه للكيك يعني الا كنتو غادي تقدموها للضياف فحيدوها من المقله وديروها في شي طبق غادي نتقدموا فيه. انا هنا بما انني غادي نقدمها غير الاسره ديالي فبلاش ما نحيدها من المقله، غادي نخليها في المقله وغادي نقدمها هكاك. شوفوا معايا كيفاش كتجي رائعه. غادي نحاول ندور لكم الكاميرا باللور لان الكاميرا بالقدام صراحه الله ما كتبينش الحقيقه ديال الاشياء. بالنسبه لي انا كنصور بالتليفون فيعني الكاميرا بالقدام ما كتبينش اللون الحقيقي ديال الوصفه ولا حتى الحقيقه ديال الوصفه كما هي. غادي نحاول ندور لكم الكاميرا. كيف كتشوفوا كتجي هائله هذه الكيكه، كتجي اسفنجيه كامله مهويه من الوسط، ما كتجيش مدقصه نهائيا. داك الخل وداك الماء دافي هما اللي كيعطيوها لينا هاد الهشاشه هذه وهاد الرطوبه وهاد الخفه، فكتجي رائعه جدا وناجحه 100%. جربوها ما غاديش تندموا ان شاء الله وغادي تنجح لكم. غير تبعوا الخطوات كما هي والمقادير كما هي والنصائح كما هي. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ونكون كنفيدكم وكنقدم لكم شي حاجه اللي كتفيدكم وما نكونش ثقيله عليكم، نكون دائما خفيفه على قلوبكم. الا شاهدتوا الفيديو ما تنسوش ديروا لينا لايك الفيديو واشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوا. خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جديد.